سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في ماي شانل نهى ستايلز. الموضوع ديال اليوم غيكون هو كيفاش نتعاملوا مع الطاقه اللي كتجي من هرمونات الذكوره ونجعلوها تخدم لصالحنا باش نزيدوا من الانوثه واللطف ديالنا في التصرفات، طريقه الكلام وحتى في الصوت. كاين بزاف د البنات اللي عندهم هاد الطاقه القويه وكيحسوا راسهم باغيين يوليو اكثر نعومه وانوثه. في هذا الفيديو غادي نكتشفوا مع بعضياتنا الخطوات اللي غادي يعاونوكم باش تحققوا هاد التوازن وتلقاو الجانب الانثوي ديالكم بطريقه بسيطه. دونك بلا ما نطول عليكم ويلا نبداو. واول حاجه غادي نطرقوا ليها في موضوع ديالنا ديال اليوم واللي هي طاقه الانوثه. الأنوثة ماشي غير مظهر، بل إحساس داخلي كيبان من خلال تصرفاتك وصوتك. دونك باش تبداي تعززي طاقتك الأنثوية خاصك تنتبهي وتردي البال للطريقة ديال الهضرة ديالك، الصوت ديالك حتى هو إلا كان صوتك قوي أو فيه حدة جربي تخفضي شوية من الطبقة وتهضري بهدوء، لأن السرعة في الهضرة كتعطي إحساس بالتوتر. على ديكشي كنقولك حاولي تهدني في الكلام وهضري ببطء، خلي اللي كيسمعك يحس بالراحة والأمان. وحتى الابتسامة كتلعب دور كبير، لأن الضحكة ديالك كتبين أنك مرحة ولطيفة، وزيد عليها حتى نبرة صوت مريحة وراقية. تاني حاجة التعامل مع الجسم والحركات ديالك. في بعض الأحيان حركات سريعة وكتيرة كتعطي انطباع أنك متوترة أو ماشي مرتاحة، وهادشي كينقص من الجاذبية ديالك. باش تخلي تحركاتك أكثر هدوء حاولي تركزي في التنفس ديالك وخدي وقت باش تتحركي منين تجلسي أو تنوضي أو حتى منين تفتحي الباب. ديري هادشي كله بلطف وهدوء، حيت الهدوء كيبينك أنيقة وتايقة في راسك وكيبين الجانب الرقيق ديالك. حاولي دائما تحركي يديك بشوية وتفادي الحركات العنيفة والسريعة بزاف، حيت هادشي كيعطي انطباع أكثر جاذبية وأنوثة. ثالث حاجة اختيار الملابس والألوان اللي كتساعدك تبيني أكثر أنوثة. اللباس كيقول بزاف على شخصيتك، واختيار الألوان والقطع كيلعب دور كبير. حاولي تختاري شي ألوان فيها لمسة من الرقة بحال الغوز بيبي، الأبيض. راه كاين حتى علاقة بين الألوان والراحة النفسية، يعني منين تختاري ألوان مريحة كتحسي براسك مرتاحة وأنيقة. ومن الأفضل تختاري حوايج اللي يعكسوا طبيعتك الأنثوية بلا ما تكون ضيقة بزاف ولكن تتناسب مع الجسم ديالك. يمكن تزيدي اكسسوارات بسيطة بحال سنيسلة خفيفة أو حلقات صغيرة، لأنها كتزيد لمسة ناعمة على المظهر ديالك وكتخليك تباني بطبيعتك الأنثوية. ورابع حاجة العناية بالصحة النفسية والجسدية لتعزيز الأنوثة. باش تبان أنوثتك طبيعية خاصك تهتمي بصحتك النفسية والجسدية. الرياضة اللي فيها الهدوء بحال اليوغا راها كتعاون على التوازن الداخلي وكتنقص من التوتر. هادشي كيبان على لغة الجسد ديالك وكيزيد من جاذبيتك. وزيدي عليها العناية بالتغذية اللي كتعاون على تحسين الصحة وتنظيم هرموناتك. خدي وقتك باش تاكلي أطعمة صحية بحال الفواكه، الخضروات والمكسرات. راه منين كتكون صحتك مزيانة كيبان هادشي على وجهك وعلى بشرتك وكيخليك تباني بحيوية وطاقة إيجابية. وخامس حاجة تعلمي تعبري على المشاعر ديالك بلطف وبدون خوف. جزء كبير من الأنوثة هو أنك تكوني قادرة تعبري على مشاعرك بلا تردد. ما تحبسيش المشاعر ديالك واخا تحسي بالغضب أو التوتر، حاولي تعبري عليه بطريقة هادية ولطيفة. إلا شي موقف حرجك أو لا عصبك عبر عليه بعبارات بسيطة بحال كنحس براسي متوترة أو هادشي حرجني شوية. هادشي كيبين أنك صادقة وكتحسي بلي كاين تواصل مع الآخرين وكاين احترام. تعبيرك على مشاعرك يخليك قريبة للناس وكيعطيك راحة نفسية أكبر. وأخيرا بغيت نقولكم بلي الأنوثة ماشي شي حاجة مكتسبة فجأة، هي رحلة خاصك تاخديها بوعي وتعرفي بلي التفاصيل الصغيرة اللي كديري في حياتك اليومية هي اللي كتصنع الفرق. حاولي ما تضغطيش على راسك وتاخدي الأمور خطوة بخطوة، واكتشفي شنو كيليق ليك وشنو كيخليك تحسي مزيان من الداخل.
حيت ملي كتكوني مرتاحة مع راسك غيكون ساهل عليك تباني بأنوثة تلقائية، حتى حاجة ما كتعني أنك خاصك تغيري 100%، بل الأنوثة هي أنك تلقاي توازن اللي كيعجبك ويناسب شخصيتك باش تبقاي طبيعية، حتى كل وحدة فينا عندها أسلوب خاص اللي كيميزها وداكشي اللي كيخلينا كلنا مميزين. المهم هو تعرفي بلي مكاينش صيغة وحدة للأنوثة، الأنوثة ديالك كتعكس الروح ديالك، كوني واثقة وعيشي بطريقتك وكنظن مع الوقت غتحسي بالتغيير وبالراحة، وهادشي اللي كاين. إلا وصلتي حتى لاخر الفيديو كنبغي نقولك شكرا على وقتك واستماعك. إلا عجبك الفيديو ما تنسيش تبارطاجيه مع صحاباتك، خليو ليا في لي كومونتير على شنو بغيتو نهضروا المرة الجاية. نتلاقاو في الفيديو الجاي، سلامة.